احنا على ابواب السنه الاخيره ديال حكومه عمرت 4 سنوات. الا خدينا هذا الشهر كيستخلص كل شيء. ناخذ احداث فار في هذا الشهر. هذا الشهر كاين فيه خروج نهايه العطله، خروج رئيس الحكومه وتيقول المغاربه كلهم راضيين على الاداء ديال الحكومه وبلادنا بخير وعلى خير وحنا مستقرين وما كاين عندنا حتى شي مشكل. بعد اسبوعين انتفاضه في الشارع اللي كتمشي للقلب ديال البرنامج الحكومي اللي رفع شعار الدوله الاجتماعيه ومشات يعني اللي لاكس القويين ديالو اللي هما الصحه والتعليم وكثير الانتباه ما يحصل داخلهم. واللي حصل لحد حتى شي حد ما كذب الواقع ديالو. واقع الصحه لقيناه ما يمكنش نستصل فيه لان الفيديوهات اللي شافوا الاخوان واللي تشاف على الصعيد الواقع تعطينا كل. الله يخليكم الاخوان. قلت هذا المشهد وسط منه كاين، قلت هاد الشباب اللي خرجوا على الصعيد الوطني اللي متعددين اللي تكلموا عليهم انتم اللي للاسف عرفنا معها من بعد احداث اجتماعيه في واحد العدد ديال الجيوب اللي عطاتنا بلادنا بانها ماشي بخير، اللي ممكن تحدث انفلاتات لان الوضع الاجتماعي في واحد العدد الاماكن صعيب للغايه. وهذه راه كتعطينا نتيجه اخرى للحكومه. النتيجه الثالثه واللي جات خطط هو جا الخطاب الملكي، الافتتاح ديال الخطاب الملكي اللي وقف اللي هزينا خدينا الكلمات اللي مفتاح كلها كتوقف وكتعطينا تقييم اخر 4 سنوات. حنا مطالبين بسرعه اكبر واثر اكبر، راه ما كايناش السرعه الاكبر وما كاين الاثر. عندنا مشاريع انا مع الاخوان اللي متفق عليها وعابره للحكومات، ولكن كل واحد يدير فيها الحق ديالو كما يجب. صعيب نقول ان الورش ديال الحمايه الاجتماعيه بدا من السي عبد الرحمن، الحكومه ديال السي عبد الرحمن اليوسفي وصل اليوم المفروض وصل النهايات ديالو اللي تعرف واحد السرعه اكبر نظرا للامكانات الماليه اللي توفرت له، ولكن راه ما حققش النتائج. بالعكس هو اللي خلق الكثير من الاحتقان. وملي سولتي على الاحباط، ها الاحباط وها انعدام الثقه. ملي كان نمشيو العلاقه مع المواطنين كتبنى من العمليه الانتخابيه وكتبنى من البرنامج الانتخابي. السقف اللي ترفع في البرنامج الانتخابي والحكومه الانتخابيه هو اللي تيخلق عدم الثقه بعد ذلك. ولهذا قلت خص تكون عندنا الجرأة نديروا التقييم من المرحله ديالنا، ماشي نعوموها في 10 سنوات قبل ونعوموها في المستقبل. راه حنا عابرين الحكومات راه مازال شي عبد غادي. لا، قول شنو درتي انت. انت قلتي في البرنامج الحكومي بغيتي دير 1,000,000 منصب شغل. اليوم عندك 12,000 منصب شغل ناقص، ما زدتي حتى حاجه، ما قربتي ليها، صفر. قلتي بغيت توسع طبقه متوسطه في البلاد، الطبقه المتوسطه قتلتيها، ما بقاتش نهائيا كاع في البلاد. بقاو الاغنياء الكبار اللي غنيتيهم بطرق او مختلفه، و12 مليون الناس غرقتيهم بغيتو تعطيهم 500 درهم ديال الدعم المباشر، وقلتي لهم بقاو في الاحياء تما تثبيت الفقر. قلتي بغيتي ترفع نسبه دخول النساء للشغل ب 30%، كانت في 20%، فقدنا 2 النقاط معك ولا 18%، بدا نطلعها ولا 18%. قلتي بغيتي دير العداله المجاليه وتعزيز الجهويه. خطاب جلاله الملك تيقول لك راك ما تحركتي حتى شويه، وقال لك عقل العقليات. المناطق الجبليه والواحات بالنسبه للعقليه المركزيه اللي موجوده في المغرب والسياسيه، الجبال غير الجبال والواحات غير الواحات، زعما راه غير تقلع علينا وصافي. كيقول لك وببساطه بعض الاحيان تيقول لك ودابا راه الكيلومتر الا بغيت ديرو في الجبل راه تكلفته كبيره بزاف، اذا نحسن نمشي للوطا ونمشي للفضاء ندير فيه 40 كيلومتر، ولكن ذاك الكيلومتر اللي غندير لدوك الناس اللي ساكنين في ازيلال ولا في خنيفره ثقيله علينا، بحال هذوك مواطنين من درجه رابعه.
في حين ان المناطق الجبليه اللي كتنتمي لها السي شوقي واللي كينتمي لها زنجو هي اللي عطات للمغرب 50 سنه الماء. هي مناش كيشرب المغرب لا الماء الشارب ولا الماء السقي، هو اللي معطاه ماشي حنا اللي كنعطيوه. السكان ديال المنطقه اللي كننتمي لها انا ديال الواحات منطاطا ولا سميتو هما اللي بناو المغرب، الادرع ديالهم هما اللي مدخلوا المغرب. ومن بعد كتقولوا لينا في المركز لا راه الناتج العام اللي كتنتجوا الدار البيضاء وطنجه وكذا هما اللي كينتجوا الخام، نتوما ما عندكم منتج الخام. درعا تافيلات اللي انا كننتمي لها كتنتج 60% من المنتوج المنجمي في المغرب البعديني، ما تينعكسش عليها وما كيتحسب في المنتوج الخام، لان الشركات الكبرى اللي كتنتج تما كتحسب على الدار البيضاء فين عندها المقر المركزي ديالها. فبالتالي اذا كان تغير العقليات ففي هذا المنطق. ولا كانت شي اشياء هاد الارقام اللي كنعطيها باش نرجع للسؤال عندكم، راه الا كانت شي حاجه اللي كدير الاحباط في بلادنا هو ان اولا ملي نفقدوا الثقه في السياسي اللي كيقول وما تيديرش. واش المعارضه دارت ادوارها الدستوريه دارتها، وغنرجعوا ل4 سنوات وغنلقاو كل القضايا اللي تثارت ديال الفراقشيه وديال الغازوال وديال تضارب المصالح وديال ما يعرفه قطاع الصحه وما يعرفه قطاع التعليم وما تعرفه قطاع راه المعارضه اللي ثارتها في داخل المؤسسه البرلمانيه. علاش خرجوا الناس في الشارع؟ لان الاذان ما كانت داخل المؤسسات الدستوريه. كون كانت الاذان داخل الحكومه كثير من الاشياء غادي ننفذوها. للاسف انتصر منطق التغول وكنقولوا باننا ما كنتصنتوش، كنزيدوا للقدام وتنمشيو.